ضربته فيها كده، ضربته فيها كده بالشكل ده كده اهو، يبقى انت دخلت ضربت فيها كده المعصم في الساعد بالشكل ده، دي تعمل اغماء. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ عاوزين بقى ماسكه ملهاش حل. ماسكه مالهاش حل، لو اي حد اتمسكها لما يبقى داخل عليك برضه مش هتعرف تخلص منها. صح كده. لو حد داخل عليك كده اهو، كل اللي انت هتعمله انت تمسك دراعه بالشكل ده وتخش كده اهو وتضغط كده اهو، مهما حاول يتخلص منها عمره ما يعرف يطلع منها. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ لو حد بقى مسكك بمقبض ايدك. المقبض الايد، تمام. بص كل اللي انت هتعمله، عارف كيلوة الايد دي؟ تمام. هتضغط عليها بالابهام بالشكل ده كده اهو، يبقى انت كده سهل انت تخلي اي ماسكه تسيب. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. بقول لك ايه يا كابتن، ايه يا حبيبي؟ كنا عاوزين كده نقطه ضعف قويه في جسم الانسان. نقطة ضعف قوية لجسم الإنسان، بص عندك نقطة الفك دي، لو أنت جيت بجنب القبضة وضربته فيها كده هتبقى مؤثرة جدا. سهلة؟ سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه إيه حبيبي؟ لو حد بقى بيشدك من ايدك. حد بيشدك من إيدك أيوة. بالشكل ده كده أهو، تمام. كل اللي أنت هتعمله أنت هتقفل إيدك قبضة وتلف تقف جنبه بالشكل ده وتقوم كابس المعصم في الساعد بالشكل ده. سهلة؟ سهله يا كابتن. حبيبي. بقول لك ايه يا كوتش، إيه يا حبيبي؟ محتاجين بقى نقطه ضعف اقوى من اللي قبليها. تاني؟ تاني. بص نقطة ضعف تانية عندك جنب الفك اللي تحت من هنا أهو، لو أنت ضغطت عليها لبره دي هتبقى مؤثرة برضو. سهلة؟ سهله يا كابتن. حبيبي. تسلم. كابتن بقول لك ايه إيه يا حبيبي؟ عاوزين بقى ضربه مؤثره تمشي معايا جسم. ضربه مؤثره تمشي مع اي جسم. تمام. عندك الضلوع العايمه، لو انت دخلت ضربت فيها كده تقدر تاثر بيها على اي جسم. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. بقول لك يا كابتن معلش احنا منخمين عليك، ايه عايزين بقى اخر نقطه ضعف، تاني؟ اخر واحده. طيب بص برضو خلي بالك في نقطه ضعف مؤثره جدا اللي هي في منتصف القفص الصدري، لو انت جيت بالوضع ده وعملت كده اهو اي حد ايا كان ماسك فيك هيسيب بسهوله. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ عاوزين بقى ضربه اغماء. ضربه اغماء، عندك نقطتين، نقطه جنب الفك والنقطه اللي فوق بتاعت الجبهه، لو انت ضربت الاثنين في نفس الوقت دي تعمل اغماء. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه معلش، ايه يا حبيبي؟ عايزين بقى صد الضربه المستقيمه، لو حد بيديك بالبوكس في وشك. صد الضربه المستقيمه، لو حد داخل كده تخش كده تقوم جاي بالطريقه دي ضغطه بالشكل ده تاني وبالراحه. بص هو داخل كده تطلع كده وتقوم داخل هنا وبجنب الساعد هتقوم زانق رقبته في دراعه في صدرك بالطريقه دي، يبقى انت كده سيطرت عليه. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ عايزين نقطه ضعف جديده تمشي معايا جسم. نقطه ضعف جديده تمشي مع اي جسم. تمام. عندك فم المعده، لو انت دخلت ضربت فيه كده بكل سهوله يسيب. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ معلش عاوزين بقى حركه لمسكه الرقبه، عارف انت الرقبه اللي حد زار يمسكها لك؟ السخيف ده، زار السخيف ده بالطريقه دي. ايوه. كل اللي انت هتعمله لو هو مسك وقرص جامد هتطلع كده من 4 صوابع وتيجي جنب الساعد وتقوم ضاغط كده اهو. سهله سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ لو حد بقى جاي يخنقك في رقبتك تعمل ايه؟ حد جاي بيخنقني في رقبتي ايوه بالشكل ده كده اهو، تمام. كل اللي انت هتعمله انت هتيجي بوضع خبطه الباب وتيجي في جنبين الكوع وتقوم خبطه كده اهو. سهله سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه ايه يا حبيبي؟ لو بنت بقى بتتشد من ايديها ايه الحل؟ بالشكل ده كده اهو. كابتن. في وضع احنا بنعلمه للبنات اسمه وضع الشحاته عشان يبقى سهل في شرحه. كل اللي هي بتعمله ان هي بتمسك ايده بالشكل ده وتقوم فاتحه ايديها على المفصل وتنزل بالشكل ده كده اهو، كده يبقى هي سيطرت عليه وممكن تكسر كمان. سهله سهله يا كابتن. حبيبي.